السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد المصري وحيا الله بالجميع. جهودك مشكورة أخي محمد. شكرا لنقل أسئلة الإخوة وإعادة الإجابة لهم. السؤال الأول يقول هنا: هل يمكن إنتاج أو استزراع بكتيريا حمض اللاكتيك في البيت؟ طبعا أخي الكريم، بالنسبة لهذه الكائنات الدقيقة لا نقول كلمة إنتاج، نقول كلمة استزراع أو تحفيز أو تنشيط أو عملية استكثار له في البيت. طبعا هو يمكن، هذا الأمر يمكن، لكنها متوفرة وسهلة. يعني أي مصنع يقوم بتصنيع الأجبان قبل عملية التمليح وإضافة أي مقبلات أو أي توابل على الجبنة، هو هذا الماء المصفى هو غني بحمض اللاكتيك، وبالتالي هو غني ببكتيريا حمض اللاكتيك. إذا أردنا أن نضاعف هذه البكتيريا في البيت، طبعا سهل جدا. كل ما هنالك نقوم بعمل محلول سكري ويكون دافئ، درجة حرارته 20 22، حتى لو كانت 25 ما في أي مشكلة. نضع فيه هذه الكمية البسيطة التي حصلنا عليها، سواء من تصفية لبن خاثر أو جبنة في البيت أو تصفية من أي مصنع للجبن. نضع هذه الكمية فيه ونتركها لمدة 24 ساعة 48 ساعة في مكان دافئ أو حمام دافئ أو حضانة دافئة، تحافظ أو تدفع هذه البكتيريا للنشاط. تكون مثلا يعني يفضل تكون درجة حرارتها 25 28، ما في أي مشكلة. يعني المهم ما تكون ناقصة عن 25، بالتالي ممكن إنتاجها. لكن هي سهلة، يعني ما تحتاج منك هالغلبة هذا ولا الإزعاج هذا. سهل جدا أنك أنت تحصل على مصل الجبن بكل سهولة. حياك الله وبارك الله بيك وفي الجميع. حياك الله أخي الكريم. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: هل يمكن الاستفادة من تصفية ماء الزبادي للحصول على بكتيريا حمض اللاكتيك أو لا؟ والشق الثاني منه: الحبيبات خميرة الخبز. طبعا بالنسبة لأنك تستفيد من الزبادي للحصول على بكتيريا حمض اللاكتيك، هذه استفادة ضعيفة ولا ليست لها جدوى. لأنه في صناعة الألبان هناك منتجات، من منتجات الألبان فيها نسبة تصفية، ومنتجات لا يوجد فيها نسبة تصفية. المنتجات اللي فيها نسبة تصفية اللي نحصل منها على مصل اللبن أو مصل الجبن، اللي هي عامة جميع أنواع الجبن. أما المنتجات الأخرى مثل الزبادي واللبن الخاثر، هذه لا يوجد فيها تصفية، لأنها تؤكل كما هي، وأن كان هناك نسبة تصفية تكون نسبة بسيطة جدا، لا تتجاوز يعني 1% 2%. فلذلك يفضل ترك الزبادي كما هي للبشر تستفيد منها، وترك اللبن الخاثر اللي هو اللبن الرايب أيضا للبشر يأكلوه، ونأخذ التصفية. التصفية ليست مكلفة وليس ولا تباع بسعر ولا أي شيء. أي مصنع جبن يعطيك إياها ببلاش. فإذا نأخذ احنا هذا الأمر، وهو هذا لب الموضوع. يعني نحن نريد فقط اللي هو حمض اللاكتيك، وهو الذي يكون غني ببكتيريا حمض اللاكتيك. الشق الثاني من سؤالك أخي الكريم، تقول: هل يمكن استخدام خميرة الخبز الجافة الحبيبات في عمل عجينة بروتينية؟ نعم، يمكن استخدامها بكل سهولة، سواء كانت الخميرة الجافة أو الخميرة الطرية. الخميرة الجافة اللي هي حبيبات، ممكن نقوم بتنشيطها قليلا، برش عليها ماء فاتر من محلول سكري، ونتركها نصف ساعة فتصبح لينة خلاص، تصبح على حل العجينة الطرية. ويمكن تحميصها أيضا، ورش عليها محلول سكري فاتر أيضا حتى تصير طرية وتقبل عملية العجن. ما في أي مشكلة أبدا فيها. يعني عملية التحميص تسهل عليك أنها ما تحتاج سكر زيادة. هذا إذا أردنا عمل عجينة سكرية بروتينية، نسبة البروتين فيها مرتفع. فكلاهما يصلح، سواء عجينة خميرة جافة حبيبات أو خميرة الخبز الطرية. ننتقل إلى السؤال الثالث أخي محمد، وهو سؤال أخونا. يقول: أن سمعت الأخ أبو أنس يتحدث عن أن في فيديو سابق أن الملكة غير ملقحة تنتج ذكور. طبعا الأخ يقول: حسب علمي وعلم كثير من النحالين، هذه الملكة تنتج ذكور عقيمة، أي أن بيض الكاذبة أيضا عقيم، أن بيض غير مخصب عقيم. أرجو التوضيح. طبعا أخي الكريم، ليس حسب علمك وليس حسب علم من يقول أن الذكور التي تنتج من ملكة غير ملقحة هي تعتبر عقيمة. هذا كلام ليس صحيح، كلام يجانب الصواب. الذكر أصلا هو وحيد الصبغات الوراثية.
ليس مزدوج في الصبغات الوراثية. البيضة العادية اللي هي دون تلقيح دون تخصيب طبعا. هناك فرق بين تخصيب وتلقيح. عندما نقول كلمة تلقيح، هذه كلمة تلقيح تخص الملكة، أما كلمة تخصيب تخص البيضة. فبالتالي البيضة الغير مخصبة الناتجة من ملكة غير ملقحة أو ملقحة تكون ملكة أحادية الصبغات الوراثية، يعني تحمل 16 كروموزوم وينتج عنها ذكر. أما البيضة المخصبة الناتجة من ملكة ملقحة تكون ثنائية الصبغة الوراثية وتحتوي على 32 كروموزوم ينتج عنها عاملة أو ملكة. فكل أنواع الذكور سواء كانت من ملكة غير ملقحة أو ملكة ملقحة أو أمهات كاذبة هي وحيدة الصبغة الوراثية، لكن ليست عقيمة. هي تصلح للتلقيح، لكن تختلف الكفاءة حسب المنشأ. نلاحظ أن ذكور الأمهات الكاذبة هي تصلح للتلقيح لأن هي وراثيا هي تمام كاملة، لكن ككفاءة هي كفاءتها أقل. فلذلك ليس محبب أن نقوم بتلقيح ملكاتنا أو نترك ملكاتنا تتلقح من ذكور أمهات كاذبة. يفترض أن الملكات تلقح من ذكور منتخبة لديها رصيد وراثي وتم الاهتمام بها أيضا في طور التربية، تكون تربت في خلية جيدة، خلية قوية خالية من الأمراض، لها رصيد وراثي ممتاز. هذه الذكور التي نقبل بها أن تلقح ملكاتنا، كذلك كما يحصل للملكات أن تكون منتخبة ومنتقى. فإذا أخي الكريم، الذكور الناتجة من ملكة غير ملقحة، أعيد مرة ثانية، أو أمهات كذب أو ملكة ملقحة أو ملكة ملقحة انتهت نطافها، لا يوجد شيء اسمه ذكور عقيمة. كلها ذكور تصلح للتلقيح، لكن اختلاف في الكفاءة حسب منشأها وحسب مصدرها وحسب الرصيد الوراثي لهذه الذكور. حياك الله وبارك الله بك وفي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم وحيا الله جميع الإخوة. أخي الكريم، لك سؤال هنا يقول: هل إضافة زيت الذرة أو زيت دوار الشمس للعجينة البروتينية فيه منفعة أو ضرر؟ وجزاكم الله كل خير. طبعا قبل كل شيء قد تفضل الدكتور خالد مشكورا جزاه الله عنا كل خير، وأجابك إجابة كافية وافية ما عليها غبار. وبدورنا نيابة عنكم نشكر الدكتور خالد على ما يقدمه للجميع، جزاه الله عنا كل خير. أخي الكريم، بالنسبة تقول هنا إضافة زيت، سواء زيت دوار الشمس، زيت الذرة، زيت الصويا، تقول عجينة بروتينية. يفترض أن تكون العجينة البروتينية هي غنية بكل شيء. الموضوع الثاني: ما هي فائدة الزيت الذي ذكرته للعجينة، سواء كان زيت ذرة أو زيت دوار الشمس أو زيت صويا أو ما شابه ذلك؟ هذه الزيوت التي أمامك كلها مصنعة، لا يوجد فيها زيت طبيعي. حتى لو كتب عليه زيت ذرة، زيت دوار الشمس، زيت صويا، كلها مصنعة، لا يوجد فيها زيت طبيعي إلا زيت الزيتون مثلا، زيت القرنفل، زيت الزعتر، زيت النعنع، زيت الكافور، من هذه الزيوت العطرية. إضافة طبعا لزيت الزيتون. طبعا أفضل زيت هو زيت الزيتون. طيب، أنت تسمع من يقول إضافة زيت لعجينة بروتينية أو عجينة سكرية. صحيح، نسمع كما تسمع أنت أيضا، لكن لم نسأل أنفسنا لماذا يقولون إضافة زيت؟ ما هو الداعي لإضافة الزيت؟ البعض منهم يضيف الزيت حتى يجعل العجينة طرية، لأنه لو عجينة سكرية أو عجينة بروتينية مثلا بسكر مطحون، تجد العجينة تكون جافة، فبالتالي الزيت يجعل العجينة طرية، لكنه ليس مفيد للنحل كما تفضل الدكتور خالد. والنحل لا يحتاج الزيوت، النحل يحتاج الأحماض الأمينية اللي هي موجودة في البروتينات، وهذه تكون أكثر شيء موجودة في غبار الطلع. لذلك نقول دوما: لا بديل عن غبار الطلع إلا غبار الطلع. فبالتالي ما في داعي لإضافة أي زيوت العجينة السكرية أو البروتينية، أو لا داعي لإضافة هذه الزيوت المصنعة لتغذية النحل. طيب، لو قلنا نحن نتوقف عن إضافة زيوت مصنعة، هل نضيف زيوت طبيعية مثلا زيت الزيتون مثلا زيت القرنفل؟ لا، ما في داعي. ولو أردنا أن نضيف قدر بسيط مثلا، وليكن نضيف من زيت النعناع أو زيت الزعتر أو زيت الكافور، ما في مشكلة، كون إضافة بسيطة، ولكن ليس محبذ إضافة الزيوت.
إن احنا نقول نضيف زيت. ليش نضيف زيت؟ خلاص عجينة سكرية، عجينة سكرية. عجينة بروتينية تكون عجينة بروتينية. أبدا لا تضيف زيت ولا تضيف أي شيء على هذه العجائن يعني. حياك الله وبارك الله فيك وفي الجميع، ونشكر الدكتور خالد جزاه الله عنا كل خير. حياك الله أخي محمد المصري، وحيا الله بالجميع. ننتقل إلى سؤال آخر. أخونا يقول بالنسبة للعجينة السكرية أو حتى العجينة البروتينية، يقول هل يمكن الاستمرار عليها بالصيف والشتاء والربيع والكذا؟ طبعا هذه العجائن كلها سواء كانت التغذية التكميلية أو التغذية البديلة لا نستخدمها إلا في أوقات الشح وأوقات العوز أو أوقات تجهيز المناحل لفترة الشتاء. فبالتالي تربية النحل لا تعتمد على التغذية، تعتمد على الغطاء النباتي. أما من يقول أنا أربي نحل وأعتمد على التغذية، هذا لا يجد لديه إنتاج أبدا أبدا. الإنتاج يكمن في وجود مراعي طبيعية. أما هذه التغذية كلها برمتها، سواء محلول سكري أو عجينة سكرية أو عجينة بروتينية، كلها تستخدم ضمن ضوابط وأهداف وكميات ومواقيت. لا نستخدمها عشوائيا أبدا. حياكم الله. ننتقل أخي محمد إلى سؤال أخونا النعمان من العراق، حياه الله وحيا الله أهلنا في العراق الحبيب. يقول كيف يمكن الاحتفاظ بالملكات الملقحة مجتمعة في خلية واحدة ولفترة ما حين الاحتياج له؟ كبداية أخي الكريم، موضوع بنك الملكات هو بنك ملكات، لكن هو ضمن ضوابط. لا تتخيلوا أن بنك الملكات مثل بنك المال نضع فيه كميات أو رزم مرصوصة فوق بعضها أو بجوار بعضها. هذا ليس حاصل في تربية النحل. يتم الاحتفاظ بهذه الملكات في نويات صغيرة، قدر مثلا 1 قرص 2 قرص، نويات تشبه نويات التلقيح، وتبقى الملكة تستمر على رأس عملها. أما أي حجز لأي ملكة سواء كانت ملقحة أو عذراء، كلما طالت فترة الحجز داخل هذا الحيز هو يؤثر على نشاطها وعلى حيويتها وعلى حيوية المبايض. فلذلك ارتأى أهل العلم أو التوصيات العلمية توصي بعدم خزن الملكات حبيسة. يتم الاحتفاظ بالملكات أو عمل بنك ملكات ممنهج بشرط أن تبقى الملكة على رأس عملها، تتحرك داخل خلية صغيرة داخل نوية، ما في أي مشكلة، وتضع البيض. وكلما ازدحمت هذه النوية أو الصندوق الصغير ذو القرصين أو ال3 أقراص، نقوم برفع الحضنة وإعطائها لخلايا أخرى حتى لا يحدث تطريد. فإذا لا داعي أبدا لحفظ ملكات مقفص عليها لفترات طويلة. التقفيص يكون له أهداف. أما نقل الملكة من مكان إلى مكان أو من منحل إلى منحل أو بيعها لأحد الناس أو تسفيرها أو إدخالها على الخلايا، غير ذلك لا داعي للتقفيص على الملكات مدة طويلة تؤثر على صحة الملكة. حياك الله. حياك الله أخي محمد. سؤال أخونا هنا يقول كيف نضمن عدم خروج الملكة الأم من الخلية المتممة عند القيام بإجراء عملية تربية الملكات؟ بكل بساطة أخي الكريم، عملية تربية الملكات في خلية بها ملكة، وليكن مثلا خلية بها طابقين، نقوم مثلا بوضع الحاجز الملكي على بيت التربية حتى لا تصعد الملكة للأعلى، تبقى الملكة محجوزة في بيت التربية، ونجعل العاسلة هي مكان للتربية، مع ضبط المدة والتواريخ ومعرفة متى ستفقس هذه البيوت الملكية. قبل أن تفقس بمدة 24 أو 48 ساعة نقوم بالتخفيص على البيوت الملكية أو نقلها وتوزيعها على تقسيمات أو نويات تلقيح. لكن ضامن يضمن لك عدم خروجها؟ لا. لو خرجت عذراء مبكر، أول شيء راح تبدأ به تهدم البيوت الملكية التي قمنا بتربيتها وتعبنا عليها. والأمر الثاني، ستخرج الملكة الأم على رأس طرد، خاصة إذا كنا في مرحلة نشاط. فبالتالي التربية في خلية بها ملكة أو حتى ما بها ملكة لابد من تسجيل وتدوين التواريخ، حتى لو كانت خلية ما فيها ملكة وأخطأت في التواريخ وخرجت ملكة أو ملكتين في قبل الأخريات، ماذا سيحدث؟ ستخرب عليك باقي البيوت الملكية. يبقى إذن ضاعت المدة على الفاضي وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. فبالتالي تربية الملكات هي تحتاج ضبط التواريخ وتسجيل وعمل سجلات لهذه الملكات وأخذ الاحتياطات قبل الفقس
على الأقل 48 ساعة للحفاظ، خشية أن تفقس ملكة قبل الأخرى فتهدم البيوت الملكية أو تحدث تطريد إذا كانت التربية في خلية الأم والملكة موجودة بينها وبين بيت التربية حاجز ملكات. حياك الله وبارك الله بك. ننتقل إلى سؤال أخونا هارون، يقول: كل كم يوم يجب الكشف على الطائفة؟ موضوع الكشف على الطائفة أيضا هو من ضمن إدارة المنحل. المدة بين الكشف والكشف هي تتوقف على الحالة التي يمر بها النحل. إذا كنا في فترة النشاط في فترة الربيع يفضل الكشف كل 5 أيام 6 أيام، خاصة أن يكون النحل في فترة التكاثر ونخشى أن تخرج طرود ونحن ليس موجودين في المنحل، أو بعمل توسع للتخفيف من خروج الطرود. ففترات النشاط يجب أن تكون الزيارة قريبة كل 5 أيام 6 أيام. فترات اللي هي الصيف الحار أو البرد الحار لا، تكون الزيارة متباعدة، لو كل أسبوعين ما فيش أي مشكلة. هو الغرض منها الاطمئنان على صحة النحل والمقدرات الغذائية على النحل. في فترة الخريف تكون مثلا كل أسبوع، لأنه فترة الخريف فيها إعداد للمناحل لدخول فترة الشتاء. فإذا المدة بين الكشف والكشف المتحكم فيها الحالة التي يمر عليها النحل. وعموما في كل الأحوال يفضل أن النحال يزور نحله كل 10 أيام أو 15 يوم. هذه في الأيام التي لا يوجد فيها نشاط ولا يوجد فيها عسل ولا يوجد فيها تطريد. الغاية من هذا الأمر هو الاطمئنان ومتابعة منحله. ربما أن تكون هناك أمور يجب تصويبها تكاد تسيء لتربية النحل، لبعض الخلايا تقع، يحدث أعداء للنحل هناك، يحدث كذا. فبالتالي من يربي نحل عليه المتابعة وعدم البعد عن المنحل. أسبوع 10 أيام لابد أن يكون زاير نحله وكاشف عليه. حياكم الله وبارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال آخر. أخونا يقول: كم كمية الزيت التي نضيفها أو نضعها على العجينة السكرية حتى تبقى العجينة طرية؟ أقول: لا داعي لإضافة أي زيوت على العجائن. إذا أردت أن تكون العجينة طرية، كل ما هنالك ضيف عليها مثلا كل 7 كيلو 8 كيلو سكر مطحون ضيف كيلو خميرة طرية، خميرة خبز طرية. تستفيد من الجانب البروتيني وتستفيد أن العجينة تبقى طرية. الخميرة تعطي طراوة للعجينة. أما موضوع الزيوت لا داعي أبدا أبدا لإضافة أي زيوت للعجائن، لا سكرية ولا بروتينية، لأن النحل لا يحتاجها. وهذه الزيوت كلها مصنعة لا تفيد النحل أبدا وليست من صميم تغذية النحل، فلذلك نتجنبها. إذا أردنا أن نضيف بعض الزيوت لغاية وقاية أو مناعة للنحل أو ما شابه ذلك، ممكن أضيف زيت الزعتر. زيت الزعتر أضيفه بكميات بسيطة، ما أضيف كميات كبيرة. يعني لو ضفت مثلا على كل 10 كيلو عجينة 2 غرام 3 غرام ما في أي مشكلة أبدا يعني. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. ننتقل إلى سؤال آخر لأخونا من الجزائر، يقول: ما هي نسبة السكر في المحلول السكري التحفيزي؟ محلول السكري التحفيزي هو يكاد يكون 1 سكر 1 ماء، أو 1 سكر وإلى 1.5 ماء، وتقدم كميات قليلة في فترات متقاربة للنحل. يعني لو كل 3 أيام قدمنا إلى كل خلية ربع لتر فلا بأس في الفترة التحفيزية. ولا يعني ليس مستحب تقديم كميات كبيرة في فترة التحفيز حتى لا يتوجه النحل للتخزين ويضيق على الملكة، لأنه في بداية التحفيز أو في بداية الانطلاقة الربيعية أيضا تكون الملكة بدأت في الانطلاقة في وضع البيض. فلذلك نحاول أن نوفق بين الجانبين، جانب التغذية والتحفيز للنحل وجانب فسح المجال للملكة حتى تتمكن من وضع البيض ولا نضيق عليها. فلذلك تكون كميات قليلة في فترات متقاربة، ويكون نسبة المحلول السكري 1 سكر إلى 1 ماء أو 1 سكر إلى 1.5 ماء. وحتى طبعا هذا يعني كي يضاهي نسبة السكر في الرحيق. وطبعا هي فترة التحفيز تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، يعني احنا لا نحفز الخلايا إلا إذا كانت درجة الحرارة معتدلة ما بين 20 إلى 25. ونلاحظ أن النحل نفسه بدأ في النشاط، بدأ يجلب غبار الطلع، يجلب رحيق بسيط، لديه نشاط غير فترة البرد أو الفترة السابقة في الشتاء. فبالتالي نبدأ في عملية التحفيز بهذه الكميات البسيطة في أوقات متقاربة. حياكم الله. حياك الله أخي عصام وحيا الله بالجميع.
حيا الله بأهلنا في الجزائر الحبيب. أخي عصام تقول هنا: ما هو رأيكم في التوسع الرأسي؟ هل تنصح به عند بداية الربيع أم الأفضل التوسع الأفقي العادي؟ للعلم أنية التقسيم المبكر. شوف أخي عصام، مفهوم التوسع الرأسي ومفهوم التوسع الأفقي غير ما يقصده البعض. التوسع الرأسي هو الحصول على أكبر كمية من النحل في أقل مسافة وليس في أقل وقت، يعني استخدام نظام الأدوار، الصعود بالخلايا إلى طابقين إلى ثلاثة إلى أربعة إلى خمسة إلى حسب الإمكانية. هذا التوسع الرأسي. وفي الزراعة الحصول على أكبر إنتاجية من أقل مساحة. التوسع الأفقي يعني زيادة عدد الطوائف، يعني أنا عندي مثلا 50 طائفة، قسمت أصبحوا 100 طائفة، أنا بهذه الحالة أحدثت توسع أفقي، زيادة عدد الطوائف. أما في التوسع الرأسي هو صعود أدوار. طيب، عندما نأتي إلى التوسع الرأسي الذي قيل عنه مثلا خلية 9 أقراص خلال أسبوعين تكون أصبحت 15 قرص خلال أسبوعين، من أين جاءت هذه الكثافة النحلية التي تغطي 6 أقراص؟ كم عدد الرعاية التي تغطي القرص؟ نجدها حوالي 2500 إلى 3000. عندي زيادة 6 أقراص كما قيل في 3000، هي 18,000. طيب، بدأت أنا 1 الشهر، يا هل ترى خلال 15 شهر تكون الخلية أصبحت 15 أقراص؟ ومع العلم أنه لم تفقس بيضة واحدة منذ 1 الشهر. من أين جاءت هذه الكثافة؟ إذا ما قيل حول هذا الأمر هو ليس صحيح. الصحيح أنك تحفز نحلك وتجيشه ضمن ملكات فتية، ملكات منتخبة، مراعي جيدة، أجواء معتدلة، فيبدأ النحل ينشط وتزداد الخلية وتزداد الكثافة النحلية تلقائيا، لكن بالمعقول، ليس كما قيل 15 يوما تتحول إلى 15 قرص وكانت هي 9 أقراص. من أين جاءت الكثافة؟ مع العلم أنه لم يفقس ولا بيضة من يوم 1 إلى 15. كما تعرفون أن حضنة العاملات تحتاج 21 يوما. حياك الله وبارك الله فيك. حياك الله أخي، على ما أعتقد رشيد من المغرب. حياك الله وحيا الله لنا في المغرب الحبيب. أخي رشيد تقول: هل ممكن عند تربية الملكات وضع شرائح فيها بيض بدل من يرقات لتربية الملكات بالطريقة هي طريقة وضع الشرائح التي تحدث عنها الدكتور خالد؟ نعم. ما هو المانع؟ خلية ميتمة لا يوجد فيها حضنة مفتوحة ولا يوجد فيها ملكة، عندما أضع فيها البيض النحل ينتظر إلى اليوم الثالث أو بداية فقس هذا البيض ويبدأ في تربية الملكات. أين المشكلة؟ أبدا لا يوجد أي مشكلة، أبدا أبدا. لو وضعت بيض، لو وضعت يرقات، كلها تؤدي إلى نفس العملية، ما في أي مشكلة. بس طبعا عند وضع البيض نحسب لها 16 يوما. أما عندما نضع يرقات نأتي في اليوم ال12 ونقوم بأخذ هذه البيوت الملكية أو التقفيص عليها خشية من أن يفقس أحد الملكات فتقوم بتدمير باقي البيوت الملكية. فإذا لا يوجد أي مشكلة إذا وضعنا بيض وإذا وضعنا يرقات حديثة الفقس عمرها ساعات، لا يوجد أي إشكالية أبدا طالما هذه الخلية ميتمة ولا يوجد فيها أي حضرة مفتوحة حتى لا يقوم النحل بتربية ملكات منها أو شيء. يعني نقطع الطريق على هذه الطائفة أن تربي ملكات إلا من البيض المنقول من خلال الشرائح أو يرقات حديثة الفقس. حياك الله وبارك الله فيك. حياك الله أخي محمد المصري، جهودك مشكورة، الله يبارك فيك. أعتقد إلى الآن انتهت الأسئلة. إذا كان هناك من سؤال ثاني فاطرحوا الآن، ما عندي أي مشكلة. فنحن بخدمة الجميع وسعادتنا في خدمة الجميع، ونتمنى للجميع الخير والبركة، وندعو لجميع إخواننا مربي النحل في البلاد العربية أن يبارك الله لهم في بلادهم وأولادهم ونحلهم وكل ما يحبون، ونتمنى لهم دوما النحل القوي والإنتاج الوفير إن شاء الله تعالى. حياك الله أخي محمد، وحيا الله بالجميع. الله يعطيك الصحة والعافية، أبدا لا إزعاج ولا أي شيء، طالما أن هناك فائدة للإخوة النحالين وأجر وثواب من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا، نكون سعداء جدا جدا في خدمة الجميع
وطبعا جميع الأساتذة يشكروا جزاهم الله كل خير. طبعا أي سؤال يوجه لأي أستاذ طبعا أدبيا وأخلاقيا هو يوجه له، ما في أي مشكلة، لكن لا مانع أن نتعاون جميعنا في المشاركة في الرأي. فالعلم من حق الجميع، ونحن جميعنا شركاء في العلم. فجزاك الله كل خير وبارك الله فيك.